دي إن أنا بدل ما أجيب team sales يبقى cost عليّا وأدفع لهم مرتبات أو أدفع لهم commission وبرضه البيع مش ألطف حاجة، فقررنا إن إحنا نستبدل ده ونشتغل على موضوع الwebsite. هل هو بيحل المشكلة 100%؟ لأ، مش بيحل المشكلة 100%، لإن برضه العُملا بيبقى عندها تخوُّف من فكرة إن أنا أدخل website مش عارفه، أسيب عليه بياناتي، طبعًا بالhacks اللي موجودة والحاجات اللي بنسمع عنها دي، فالناس برضه عندها تخوُّف من الجزئية دي، إن أنا مش أي website هاخُش وأسيب عليه البيانات بتاعتي. فبيبقى لازم الbrand already متشاف، معروف كسوشيال ميديا، في ثقة مبنية ما بينه وما بين العُملا بتوعه، عشان يقدروا إن هم يخشوا على الwebsite وياخدوا الaction إن هم يسيبوا البيانات بتاعتهم أو يشتروا عن طريق الwebsite. عندنا التشطيبات، التشطيبات ما بتتباعش عن طريق الwebsite، ده field تاني أو niche تاني، ليه sales أو ليه funnel معيّن track بيمشي فيه. قطع غيار السيارات، العيادات، عقارات، كل مجال وليه funnel مختلف عن التاني. يعني أنت مش هتخش تشتري شقة عن طريق website، هتدخل تشتري دوا عن طريق الwebsite بس هتحتاج استشارة دكتور يكون متاح معاك online. هتدخل تشتري ساعة، تشتري تيشيرت، ما فيش مشكلة تخش وتعمل عملية الشرا لوحدك، مش محتاج إن حد يبقى موجود معاك أو يرد على استفساراتك. هتبقى مستني منهم ما بعد البيع. بعد ما اشتري والمنتج ييجي لي لو في مشكلة، سياسات الاستبدال والاسترجاع إيه؟ هل هم بيردوا، خدمة العملا عندهم بترد والموضوع flexible معاهم والّا هم بيبيعوا وخلاص؟ معرض العربيات برضه نفس الفكرة، مش هتشتري عربية عن طريق website، محتاج إن أنت تروح وتتفرّج وتشوف وبتاخد قرار الشرا في فترة مش صغيّرة. معامل التحاليل نفس الموضوع، لازم أنت تروح المكان أو لو هو موفّر خدمة ال التحاليل عن طريق المنازل. القصد إن أنت أي business هتشتغل عليه ما فيش اسطمبة واضحة، أنا هاشتغل عليه بالشكل الفلاني فهيجيب مبيعات، لأ، أنت مطالب إنّك تذاكر، مطالب إنّك تسرِّش كتير، أنت اللي تبني الfunnel بتاعك بناءً على الdata اللي أنت مجمّعها أو مذاكرتك للسوق أو للniche اللي أنت فيه دوّة، علشان تحوّله إنه يترجم فلوس. فخلّيني أقول لك إن 90% من شغل الdigital marketing مُعتمد على تفكيرك أنت. أي platform بتشتغل عليها، أي AI tool، كل دول tools بتمثّل 10%، لو ما عرفتش توظّفها صح وقعت. فأنا اللي هاممني أو اللي أنا عايزك تطلع فاهمه، إن أنت تعرف إزاي تفكّر، زي ما قُلنا قبل كده، أنا محتاجك تفهم business، تفهم funnel، إزاي أعمل system يgenerate فلوس، وطول ما أنت فاهم المعادلة دي، اللي هي معادلة الشركات، طول ما أنت هيبقى عليك طلب، وهيبقى سعرك في السوق عالي، والشركة مش هتستغنى عنك بسهولة. الحالة الوحيدة اللي الشركة تستبدلك فيها وأنت في الposition ده، إن أنت تبطّل تgenerate أفكار. يبقى زي ما قُلنا الcourse دوّة هتعرف فيه إيه، هتعرف إزاي تعمل campaign، وهتعرف إزاي تجيب عُملا، وتعمل results وكل الكلام اللي أنت بتسمعه وبتشوفه في السوق، ده لا خلاف عليه، هاعلّمه لك، وهاعلّمك إزاي تشتغل freelance وتجيب شغل as a media buyer أو تجيب شغل كperformance يعني بس
كل اللي يهمني أو اللي أنا هاركّز عليه معاك إنك تفكّر performance. أنا مش عايز أطلّع ناس تبقى موجود منها كتير في السوق. لو نزّلنا إعلان دلوقتي أو post على أي group عايزين media buyer، الكومنتات هتتملي عندي، هافصل ما بينهم إزاي؟ كل واحد باعت لي سكرينات وباعت لي نتايج وهنا وهنا وهنا، ودي كانت مشكلة بتقابل الHRs في الشركات وكانوا يعني الشركات اللي هي تواصل معاها كانوا بيسألوا إحنا نعيّن أو نعمل hiring إزاي للmedia buyer، فكنت باقول لهم هو task واحد ييجي محضّره، أنا مش عايزه ييجي يورّيني أرقام، مش عايزه ييجي يورّيني أنا اشتغلت على كذا وعملت كذا وسعر الmessage كذا، أنا عايزه ييجي معاه task، ادّي له brand وقُل له حضّر ده وتعالَ اعمل له presentation في الHR في الinterview بتاعك، أقنعك عيّنه. ليه؟ لإنه لو عمل presentation محترمة وفاهم هو بيقول إيه، أولًا ما فيهاش بصمجة، هو مش هيحفظ كلمتين ييجي يقولهم لك، هو لازم يبقى فاهم اللي بيقوله، وطالما فاهم وأقنعك يبقى أي brand أو أي project هتدّيه له في شركتك هيشتغل عليه بنفس الway دي، هو هيطلّع منه results، فده هيبقى qualified بالنسبة لك. إنما إن أنت تبُص على results، سعر الرسالة كذا، اشتغلت في العقارات قبل كده والّا لأ، طب أنت اشتغلت في العربيات والّا لأ؟ أنا عندي قناعة تامة إن الmedia buyer أو أي حد شاطر في المجال أو في الصناعة دي، ده بيشتغل على أي حاجة، لإن هو دوره إن أنت تدّي له منتج وتدّي له brief وتقول له أنا عايز أعمل 1، 2، 3 وهو مسؤول إنه يحكي الحدوتة للناس اللي هيبيع بيها المنتج ده. جِبت له بقى عقارات، جِبت له موبايلات، جِبت له أي سلعة أو أي service هو دوره يشتغل عليها كده. إنما حضرتك رايح تعيّن واحد أنت اشتغلت في العقارات قبل كده، فيقول لك آه اشتغلت عليها، تعالَ يا ابني إحنا عندنا مشروع 1، 2، 3 واشتغل عليه، ييجي يشتغل تلاقي الأرقام يا إما عِليت منّه، يا إما جايب نفس الأرقام بس ما فيش مبيعات، فأنا مش فاهم طَب يا ابني أنت مش اشتغلت عليه قبل كده؟ آه اشتغلت، ما أنا جايب أرقام كويسة. الmedia buyer هيقول لك أرقام dashboard، هيقول لك أرقامي رسالتي بكذا والCTR بتاعي كذا والCPM بتاعي كذا، طالما أرقامي تمام فأنا خلاص أنا خلّصت شغلي. وهنا بقى الgap اللي بتحصل ما بين صاحب المشروع أو الشركة والموظفين، كل واحد قايم بدوره، بس الترجمة إيه؟ صفر. ما هو أنت لو قايم بدورك وزميلك قايم بدوره وكل اللي في الteam كل واحد عامل شغله مضبوط، المفروض إن الكلام ده يتّرجم بأرقام، فلوس. لو ما فيش ترجمة فلوس يبقى المعادلة صفر. تمام يا شباب؟ طيب هي الscreen لسه ما اتغيّرتش؟ آخر حاجة ودي حتّة في الmedia buying للناس اللي already شغّالة، خلّينا على الcase بتاعتنا دي اللي لسه الscreen ما عرضتش. بس ثانية واحدة. الscreen ظهرت كده يا شباب؟
متهيألي ظهرت كده. تمام. طيب الجزء ده هنعرف ازاي نطلع الداتا اصلا، او هنتكلم سريعا الداتا دي احنا بنطلعها ازاي. احنا اتكلمنا خلاص عن الفانل، وشفنا البكسل قراياته عامله ازاي، وبشتغل على كل واحد ازاي. ودي قصص تانية ان احنا نطلع نسحب بقى منه جمهور والناس اللي عملت لايك والناس اللي اشترت وكل الكلام ده. اتفضلي يا ايه. ازيك يا باشمهندس؟ إيه الاخبار؟ الحمد لله تمام. تمام. هو احنا كنا المفروض متفقين من السيشن اللي فاتت ان احنا السيشن من اول السيشن دي ان احنا هناخد حاجات سبيسيفيك بقى قوي، يعني كل سيشن هيبقى فيه كده حاجه معينه نتعلمها وهيكون في تاسك عليها ونرجع نكمل. انا من اول ده السيشن مش عايزه اقطعك، بس انا حاسه ان احنا بنكمل في نفس اللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، يعني لا بنفرق ما بين الميديا باير بص والبرفورمانس. بص هي على فكرة حتى على الورش جروب دي. الواتساب، يعني حتى مش عارفة الادمنز بتوعك بلغوك ولا لأ، بس حتى على الواتساب في ناس على الجروب بيتكلموا في نفس البوينت ان هم مش حاسين ان في حاجة اساسا يعني سبيسيفيك بقى بنتعلمها، او هو زي السيشن اللي فاتت. فناس بالفعل مش عارفة الادمنز بتوعك بلغوك ولا لأ يعني. لا هو بس في يعني احنا نقطة، كلنا حاسين كده يعني. في نقطة حابب أوضحها. أولا الورش دي أو الورش اللي إحنا بنعملها دي بتبقى برزنتيشن زي اللي أنت حضرتيها قبل كده. مم. تمام. الفكرة إن مشكلة الناس في السيشن اللي فاتت إن كان معانا مبتدئين كتير، فكان الموضوع بالنسبة لها صعب، وفي ناس جديدة أوريدي معانا. الجروب اللي أنتم موجودين عليه ده ناس داخلة تحضر الورشة اللي هي البرزنتيشن. المفروض بعد كده يعني سواء انت حابه تكملي في الكورس او تدخلي بقى بشكل انا خلاص تمام معاكم في الكورس ده يعني ده اللي بيبقى فيه خلاص الشرح. لكن كل اللي موجود في السيشن اللي موجوده على الجروب دي هتبقى برزنتيشن. بنعرف الناس الميديا باينج شكله ازاي، بنديهم كده بريف سريع عن الديجيتال ماركتنج. يعني انت بتقولي انت حضرتي اللي فاتت بالظبط. صح كده؟ اه. هتلاقي معاكي ناس جديدة هم عمالين يبعتوا احنا مبتدئين، وهم دول اللي حصل عندهم اللبس لما جينا نشرح المرة اللي فاتت ودخلنا في نقط سبيسيفيك قوي، تاهوا مننا، حسوا ان الموضوع كبير. فالمرة دي ما شاء الله احنا معانا عدد كبير مش عارفين. فاهمة قصدي؟ اوكي، يعني احنا كده مش هنبتدي ولو بقى. خدتي بالك، مم. احنا برضو شرحنا حاجة النهاردة. يعني المرة اللي فاتت ما شرحناش، ما اتكلمناش في البيكسل، مم. فدي حتة سبيسيفيك. فاحنا يعني كل مرة بنزود كده حاجة توضح للناس فكرة الكورس أو فكرة اللي إحنا بنتكلم فيه عموما. بس ده إنما كله يتحط كتفاصيل تحت، ده كله يتحط تحت اللي هو برزنتيشن عموما، لكن بالظبط احنا أه. ككورس لسه ما بدأناش. لا لا لا، كل ده برزنتيشن. أنت لو بصيتي أصلا على الشات في الميتنج هتلاقي اللي أول مرة يحضر إحنا لسه أول مرة نسمع الكلام ده. فما ينفعش إن أنا أبني. هو الجروب ده معمول علشان الناس اللي لسه عايزة تدخل تعرف إيه القصة دي. إنما ككورس لا، الكورس بيبقى ليه جروب تاني. دي اوكي. خلاص ناس داخله بيتشرح لها ففاهمه. وبرضه المبتدئين سواء دخلوا بيتشرح لهم فروم سكراتش. عشان كده يعني احنا انا فصلنا بالنسبة المره لي اللي فاتت. مثلا ممكن ما اكملش، يعني احنا ممكن مثلا نستنى بقى لما نبتدي الكورس فعلا. هي كده كده مسجله عادي. يعني بس يعني في حاجات كده زي ما قلت لك، يعني النهارده وانا بشرح جه النقطه بتاعت البيكسل، فدي انت ما حضرتهاش. بس مش حاسة ان هي حابه يعني. تسمعيها، اوكي. حابه تسمعيها تمام. حابه تستنيها يعني كريكوردد، مفيش مشكله. هو اللي انا هشرحه دلوقتي تقريبا انت حضرتيه مع محمد، اللي هو لسه بقى هنتكلم عن استخراج الداتا والريبورت بيتعمل ازاي والحاجات دي انت حضرتيها اوريدي. لا ودي هو انا ما هتبقى اخر. حضرتهاش. ما بص هو حضرتهاش. انا حاسه يعني انا حاسه ان ده كله برزنتيشن، ده لو احنا اوكي. طيب احنا دلوقتي لو انا هبتدي مثلا ككورس، لا نستنى بقى نبتدي الكورس. انا حاسه ان هو احنا يعني انا بالنسبه لي بضيع وقت.
بصراحة، فأنا كنت فاكرة لا، هو النهارده ال هيبقى هو في ال هو الكورس هو الكورس اوريدي مع التيم، والمفروض انه ليه جروب تاني، بس هو يعني ما شفتكيش دخلتيه أنا كنت فما فاكرة إن اعرفش. كلنا هنبتدي مع بعض، يعني أنا كنت فاكرة إن كلنا هنبتدي مع هم بعض. هم المواعيد معاهم. لا لا لا، هي الجروب ده الجروب الجنرال، للناس اللي حابه تعرف المجال. بعد كده الكورسز بيبقى ليها الراوندات، بتبقى اشتراكات في جروبات تانية. أوكي فهمت كده، ماشي، اه ميرسي جدًا يا باشمهندس. فالمواعيد معاهم اوريدي. العفو على ايه. أوكي، ممكن أوكي، تتابعي ماشي، معاهم، هم بقى يوضحوا لك الجروبس بتاعتك يعني. أوكي، ميرسي جدًا. العفو. طيب، معايا يا شباب. طيب، خلينا نبص دلوقتي ازاي بنطلع الداتا دي، او بتقراها بناء على ايه. نفس المثال بتاعنا، ما غيرناش حاجة. ادي البروجكت بتاع المزرعة. طيب، اول ما بتفتح كل دي ارقام قدامك. بتيجي هنا على الكولمز بقى، بختار حاجة اسمها performance وكليكس. تمام. ايه الداتا بقى اللي انا ببقى عايزها او عايز ابص عليها من هنا؟ اول حاجة عايز ابص عليها الفريكوانسي بتاعي، الظهور. اعلاني ظهر لكام واحد من نفس الفئة. وده هنقف عنده شوية، هيعرفك ليه بنستخدم استراكشر ان انا بشتغل على اكتر من كي بي اي بنفس التارجت. انا عندي تارجت واحد للبيزنس ده. بس بصوا هنا الارقام. في الكي بي اي بتاع الفيوز عندي 6000، والانجيجمنت عندي 1825، والسيلز عندي 5897. طيب، تعالوا ننزل على كامبين اوريدي كانت شغاله اكتر شويه. اهو هحددهم علشان يبقى الموضوع قدامكم. الحاجات اللي انا بعلم عليها دي كده احنا معانا اربعه كي بي اي اشتغلنا عليهم بنفس التارجت، نفس الديتيلز بتاعتي. انا بتارجت السعوديين اهل البلد، ببيع لهم منتج لحوم. نفس الاودينس بتاعي ما اختلفش. بس بصوا هنا الارقام. انا هنا وصلت ل 26، هنا وصلت ل 22 في الفيوز. فولورز 8000، 8615. سيلز 20133. جمع لي الاعداد دي مع بعض. ده انا وصلت له زي مثلا ب 500 ريال. تعال نبص على الكامبين بتاعت السيلز بس. لو انا شغال عليها، لو انا حطيت ادي 1500 و2000 و200 قصدي و14، سوري. وهنا 164، وهنا 162. لو جمعت الارقام دي هلاقي نفسي صرفت اوريدي 2000. صح كده؟ طيب، هنعمل سيميوليشن بسيط قوي. وهي انا دلوقتي عندي 20000 واحد في الكامبين بتاعت السيلز، وصلت لهم ب 1500. لو بقوا 2000 هوصل لكام ماكسيمم؟ هزود عليهم 5000. انما بالاستراكشر اللي انا عملته، انا قدرت اوصل لهنا ل 8600، وهنا وصلت ل 22000، وهنا 26000، وهنا 20000. فخدت استحوذت قد ايه على الجمهور بتاعي؟ خدت شريحه منه عامله ازاي بنفس ال 2000 ريال. انا ما خرجتش براهم، بس قدرت اوصل لعملاء هنا اكتر من ان انا لو شغلتها كامبين سيلز بس. تمام.
فالاستراكشر ده بنستخدمه علشان نستحوذ على شريحة اكبر من الماركت بتاعنا، نوصل لناس اكتر، نكولكت داتا على قد ما نقدر نستخدمها في الفانل بتاعنا، او نستخدمها في النكست ستيبس بتاعتنا. طيب نرجع هنا للارقام. انا هنا بجمع ارقام عامله ايه. اول حاجه عندي السي بي ام، كوست بير امبريشن. الكي بي اي دوت بيقول لي كل 1000 واحد من اللي ظهروا لهم الاعلان دول وقفوا عليك ب5 ريال و69 حاجه. يبقى انا عشان اوصل ل1000 واحد هدفع 5 ريال. طب هنا نفس الفكره، عشان توصل ل1000 هتدفع 7. هنا عشان توصل ل1000 تدفع 19. هنا ال1000 47. ده بيدنج المنصه نفسها. انت الكاتيجوري اللي انت شغال عليه تسعيره عنده في ميتا بالشكل ده. فهنا انت بتبيع، فلازم تقسم معاك. هنا انت بتجمع جمهور، بتجمع ناس تتابعك وناس تشوف اخبارك، فهتقلل نسبة الاعلانات بعد كده. ما هو الفولورز دول بعد كده هتنزل اي حاجة على الاكونت هيبقوا اوريدي معاك، فهتقلل بادجت الاعلانات اللي انت بتصرفها، فبقسم معاك فيها. طب هنا 7 و5 وارقام بسيطة، لان ده انتشار، ده ناس كتير بتعمله، فما فيش مشكلة فيه. فالشرايح دي انت بتلعب عليها علشان تطلع مستفيد اكبر قدر ممكن من الانفو باقل تكلفة. نيجي بعد كده السي بي سي. السي بي سي ده هو كوست بير لينك كليك. الناس اللي داست اوريدي على الاعلان بتاعك، برضو هنيجي نبص هنلاقي التكلفة هنا معكوسة بقى. انا هنا عندي في الانجيجمنت 4 وفي الفيو 9. في الفولور الكولوم ده يقيس لك قوة الكونتنت بتاعك. بص هنا تكلفة البيعة او تكلفة الناس اللي داست على ال الكامبين بتاعتي كمبيعات وصلت لفين؟ 3 ريال. ليه؟ زي ما قلنا المسج بتاعتي واضحة، عملت لهم الكرييتيف اللي هم مهتمين بيه وشدهم ان هم ياخدوا اكشن معايا، فبناء على كده قدرت اقلل تكلفة الناس اللي تدخل تتفرج انا ببيع ايه او تبدأ معايا الفن. طيب نيجي بعد كده السي تي ار، وده بيقيس لك نسب معدلات الكونفرجن من اعلانك ان هم يخشوا على الويب سايت. الكونتنت بتاعنا في انستجرام لما اشتغلنا عليه فولورز، الكونفرجن ريت بتاعه 3.55، نسبة كبيرة على فكرة. طيب هنا الشريحة اللي بتتفرج او الشريحة اللي بتسكرول على انستجرام ما جاش منها تحويلات كبيرة، لان ده واحد قاعد بيتفرج على ريلز، فهو مش مركز، هو بيسكرول بس بيضيع وقت بالبلدي يعني. طيب انجيجمنت 11 او يعني 0.11 اللي بيعملوا كومنتات شير. برضو خلينا نقول ان ال11 دول من الامبريشن، البرسنتج دي بتتقاس على الامبريشن،
فعشان كده بقول لك النسبة قليلة كرقم، في العدد كبيرة. طيب هنا في المبيعات معدل التحول 1.54 من ال 32,000 اللي خدوا الأكشن وراحوا على الويب سايت وبدأوا يدخلوا في الفانل بتاعي. تمام كده. باقي الكي بي ايز، اللاندنج فيو، الكوست، ارقام دي طالما الكولومز اللي احنا اتكلمنا فيهم ارقامهم كويسه، الباقي ده اجباري لازم يبقى كويس، لازم تبقى ارقام قليله. هما الثلاث عناصر دول اللي انت بتقيس منهم النجاح بتاعك. طيب عندنا كولومز تانية بنبص عليها، ودي بتقيس لنا الكرييتيف نفسه، تصنيف الاعلان بتاعنا على المنصه في مكتبه الاعلانات. لو جيت هنا دخلنا في الادز، وادي الفيديوز اللي احنا اشتغلنا عليها، شايف القرايات دي عندك كواليتي رانكينج، انجيجمنت ريت، كومبليت ريت، هم الثلاثه دول. طب الكواليتي ده من اسم كواليتي الاعلان نفسه، كتصوير، ك مفيش تقطيع فيه، الريزولوشن بتاع الفيديو، ده بيقيس لك الكلام ده. طيب الانجيجمنت ريت، وده الناس اللي خدت اكشن تفاعلي مع البوست بتاعك او الكرييتيف بتاعك، اللي عملوا سيف للبوست، اللي عملوا لايك، اللي عملوا كومنت، بيديك قراياته تحت. طيب كونفرجن ريت اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو السي تي ار لينك، وهو اللي بياخدك عميل داس على اللينك اتحول على الويب سايت بدأ يدخل معايا في السيت. القرايات بتاعتنا بلو افريج، افريج، اباف افريج، دول الثلاث مؤشرات بتوعك اللي موجودين في ميتا، بيقولوا لك تصنيف اعلانك عامل ازاي. فلو جيت بصيت هتلاقي هنا افريج، افريج، انا كل ده ببص على الكونفرجن ريت. هتلاقي بقى في حاجات ما فيهاش، فانت عندك حاجه من اتنين: لو صرفت وما جابتش قرايات بتوقفها، او ان هي لسه داخله في الفانل بتاع او في التصنيف، فابتدت تقرا معاك مثلا كواليتي بس لسه ما عملتش انجيجمنت، فدي ما خدتش وقتها. في حاجات ما خدتش وقتها خالص، صرفت يعني زي ما احنا شايفين كده ارقام صغيره جدا. طيب انا علشان لو هاخد من الكامبين دي مثلا كرييتيفز اشتغل بيها وهطلع منها الوينر علشان اسكيل عليه، هاخد كل اللي جاب افريج معايا في الكونفرجن، لان انا هدفي ان انا ادخل فلوس. انا مش ببص بقى دلوقتي على ارقام. يعني الميديا باير لو لقى عنده الكواليتي تمام والانجيجمنت تمام، بس لسه الافريج ما قراش، او لسه الكونفرجن ريت ده ما قراش، هو كقرايات تمام خلاص هشتغل عليه تاني واشوف. لكن ككونفرجن، كبرفورمانس، كحد عايز يعد فلوس او يدخل فلوس للبراند، لا انا هبص على اللي قرا معايا افريج في الكونفرجن ريت، لان هو ده اللي بيعمل لي معدل التحول من العملاء اللي شافت الاعلان ودخلت. ممكن الاثنين التانيين ما يبقوش الطف حاجه في التصنيف، بس بالنسبه لي مش عنصر مهم هبص عليه، ممكن اشتغل بالكرييتيف ده. تمام كده. طيب الحاجه التانيه اللي عايز ابص عليها وهي البريك داون والريبورتات، ريبورتس. الريبورتس حاجه اكبر شويه، ملخصها في البريك داون
علشان ما اطولش عليكم وعشان ما تتوهوش، انا عندي في البريك داون ده زي ما انتم شايفين day age placement country platform، عندي تحت actions، عندي delivery. طيب بعمل ايه في القصه دي؟ انا دلوقتي مشغل كامبين، عايز اعرف الناس اللي اتفاعلوا معاها من انهي بلد، وجولي من انهي بلاتفورم، جولي من فيسبوك، جولي من انستجرام، جولي من ثريدز، جولي من واتساب، اعمارهم متوسطها ايه، يعني رجاله ولا ستات، كل التفاصيل دي موجوده هنا. فجيت هنا مثلا دوست على ايج اند جندر، انا عايزه يعمل لي ريبورت يطلع لي الايدج والجندر اللي اتفاعل معايا في الاعلانات. شايفين البلاتفورم بتتعدل ازاي؟ السكرين بس تتحمل. ظهرت تمام. بصوا هنا هو عمل ايه، حط لي هنا اعمار، وحط لي هنا فيميل، ميل، وان سيكشوال اللي مش محدد. طيب ناخد من 18 ل 24 في الستات، كام واحده اتفاعلت معانا؟ 176. طيب رجاله نفس الفئه، رجاله 1068. فكده انا عرفت ان اللي بيتفاعل معايا رجاله اكتر من الستات، فلما اجي اشغل كامبين هبقى مركز اكتر على الرجاله. طيب من 25 ل 34 فيميل 359. طيب نفس الفئه العمريه دي للرجاله 3000. كل الاعمار دي او كل الفئات دي هو بيجيب لك الفئات اللي هو بيتارجتها من اول 18 سنه لحد بلس 65. هل هم شرط يبقوا موجودين في الاودينس بتاعك او انت كنت محددهم؟ لا. ليه؟ لان المنصات دلوقتي بقت بتعتمد على الاي اي، فلو هو شايف ان انت اعلانك ممكن يبقى مفيد لحد بره الاطار اللي انت محدده، هيودي له الاعلان، هيوديه له اوتوماتيك. انك بعد ما الكامبين تخلص تبص على ده. فانا كده من الريبورت اللي هو جايبه لي، والله لما هاجي مثلا اطلع كامبين تانية او هعمل دوبليكيت للكامبين دي كانجيجمنت، فانا هشتغل على رجاله الاعمار بتاعتهم من 18 لحد 44. ليه؟ هو قايل لي من 35 ل 44 رجاله 1549، ومن 25 ل 34 رجاله 3102، ومن 18 ل 24 سنه رجاله 1068. فكده انا هشتغل على دول في نفس الاودينس اللي انا حاطه، وانا كده كده كنت عامل الديتيلز بتاعتي. طيب هل هو هيجيب لي ده بس؟ لا، ده انا هنا بقى انا كده عرفت بقى ايه، يعني خلاص عرفت الرجاله والستات. طيب تعالى هنا، انا عايزه يجيب لي البلد، ايه البلاد.
يعني بس السكرين النت يحمل. نعمل ريفرش طيب. تمام، ظهرت السكرين كده صح؟ النت بس كان فيه مشكلة. بصوا هنا جاب لي ايه؟ انا محدد هنا ايه في البريك داون بتاعي؟ البلد. فجاب لي البلد اللي احنا شغالين عليها في السعودية، ما خرجش براها. ودي ليها تركاية جوه في الاعلانات، ان انت ما تخلوش يسرح فيبعت لبلاد. احنا كده كل الحملات بتاعتنا جوه السعودية زي ما خدنا البريف من العميل بتاعنا. بس اي حاجة بقى في الفانل بتاعك هتعرف تجيبها من هنا، تشتغل عليها من هنا. دي كل وظيفتها تجمع لك الداتا اللي تعمل منها ريبورت وتبدأ تاخد اكشن. الميديا باير المفروض ان هو بيعمل الكلام ده ويسلمه، بس هل هو مسؤول عن عمليات السيلز؟ مسؤول عن المبيعات؟ لا. طيب هو هياخد الاستراكشر او هياخد الارشاد من بوزيشن البرفورمانس. دوره البرفورمانس ان هياخد الريبورت دوت مع ريبورت الكونتنت وتقريب السيلز زي ما اتكلمنا في التدريب. حته ان السيلز ان هم على الانسيميوليشن، لو انا ببيع سلعه او ببيع خدمه عن طريق المسجز، هو بيلم الريبورتات دي ويطلع منهم سمري باكشنز لصاحب البراند انه ياخد قرارات بناء عليه. فلازم يبقى فاهم ازاي يشتغل ميديا باينج ويطلع الريبورتات دي بنفسه، ولازم يبقى فاهم يقيم الكونتنت ازاي، ولازم يبقى على درايه بنوعيه او كاتيجوري العملاء اللي السيلز بيتعامل معاهم، فشايف قدامه بيبيعوا ازاي او ايه الكيسز اللي ممكن يقابلوها، علشان يقدر يطلع ريبورت يتاخد على اساسه اكشن. احنا محتاجين نغير ايه او نعدل ايه علشان نعلي الجروس بروفيت بتاعنا. طيب الكلام ده على ميتا بس؟ لا، الكلام ده موجود على ميتا، موجود على سناب شات، اي بلاتفورم سوشيال ميديا، حتى بالجوجل ادز اللي هو السيرش انجن، برضو لازم تبقى ملم بيه. تمام كده يا شباب؟ طيب احنا تقريبا اتكلمنا بشكل وافي عن يعني ايه ديجيتال ماركتنج وظهر ازاي،
والناس بتتعامل معاه دلوقتي او الشركات بتتعامل معاه ازاي، تحول من الاوفلاين للاونلاين، وخدنا فكره سريعه عن البرفورمانس وايه الدور بتاعه، وايه يعني الشركات دلوقتي بتدور عليه ليه، وشغله، او لو انت صاحب بيزنس محتاج تتعلم ليه الكلام ده، ولو انت هتشتغل فريلانس او عايز تنزل شركه محتاج يبقى فيك سكيلز عامله ازاي، علشان لما تروح تقدم في شركه هم هيبقوا مستنيين منك ايه، ولما تنزل على بوزيشن البرفورمانس تبقى عارف مسعر نفسك ازاي. انا داخل افيدك واحقق لك مبيعات، فلما هطلب سالري يضاهي المجهود اللي انا هحطه ده. تمام كده. طيب احنا معانا وقت، انا هقفل الشير. آه كده انا جاهز استقبل الاسئله بتاعتكم. اي حد عنده سؤال في اللي اتكلمنا فيه، حد عنده سؤال في العموم، بس هستأذنكم بس يعني نرفع ايدينا، وانا يعني هقول علشان بس كلنا نسمع. فاللي عنده سؤال يتفضل. مفيش اسئله؟ طيب اسال انا. طيب هو مش سؤال، هي حاجه كده ننشط بيها الذاكره، في نفس الوقت يبقى كل واحد فيكم عاملها بايده. هي كيس ستادي، فهستأذنكم نجيب ورقه وقلم. طبعا كلنا شفنا الاعلانات بتاعت ازاي حققنا 2 مليون جنيه مبيعات، ازاي وصلنا البراند ده المبيعات عامله ازاي، كل الكلام ده اكيد شفتوه على السوشيال ميديا وشفتوا ناس بتسلس بيه. والشغل ده كميديا باينج موجود، الموضوع مش صعب، بس احنا هناخده بالمنظور بتاع البرفورمانس. فسريعا كده علشان فاضل 15 دقيقة. انا دلوقتي عندي برودكت، انا بزنس يعني صاحب مشروع وجاي لك، عندي براند بقول لك انا ببيع منتج ب 400 جنيه، او منتج ب 300 جنيه، ايا يكن الرقم، وعايز اوصل ان انا ابيع بمليون جنيه في الشهر. فاحنا قلنا كجزء ميديا باينج ما فيهوش مشكله وبيتحقق، لان هو على الداشبورد هيتحقق. اللي انا عايزك تفكر فيه الفانل بتاعه كبرفورمانس، هل الرقم ده يتحقق، ويتحقق بالنسب عامله ازاي، وهتمشي فيه فانل شكله عامل ايه، عشان توصل ان انت تحقق له المبيعات دي، يمسكها فعلا في ايده. وعشان ابقى صريح معاكم، الموضوع ده مش بيحصل على ارض الواقع. انت كل اللي بتعمله إن بتقلل النسب بتاعته، يعني بتعلي النتائج لحد ما توصل للبيك بتاعها اللي هي ما بتوصلش 100%. فهنجيب ورقه وقلم كده ونقول لو انا عندي بزنس اي كوميرس وجايبك او بتواصل معاك علشان اوصل للتارجت ده. فاحنا دلوقتي المنتج بتاعي ب 400 جنيه، وعايز اوصل لمليون جنيه.
مليون جنيه على منتج ب 400 جنيه سعر بيعه، فاحنا بنتكلم انا محتاج في الشهر 2500 اوردر. باجي بعد كده اخد ال 2500 اوردر دول اقسمهم على ال 30 يوم اللي هو الشهر بتاعي، فانا محتاج كل يوم اطلع 83 اوردر، فافرج من 83 ل 84 اوردر. ال 84 اوردر دول هضربهم 7 في الاسبوع بتاعي، يبقى انا محتاج في الاسبوع 588 اوردر. طيب احنا قلنا السيستم بتاع اي كوميرس دلوقتي بعد ما الاوردر هتيجي على السايت عندي، هتيجي عندي الفيز الاولانيه وهي الكونفرميشن او التاكيدات، اللي هو حضرتك طلبت الاوردر فانا هتصل بيك علشان ااكد البيانات معاك واكد الاستلام. النسبه الطبيعيه بتاعتي تقع 10 ل 15% في الفيز دي. الناس غيرت رايها، لقت المنتج بسعر ارخص، ايا يكن السبب، الكنسليشن بتاعتي في نورم من 10 ل 15%. قلت عن كده يبقى في حاجه غلط، زادت عن كده يبقى انت عندك مشكله في التسعير، او عندك مشكله كتسعير، ككواليتي، ما درستش السوق صح، ايا يكن يعني مشكله من المشاكل دي. خلينا نقول النسب دي. فلما هدخل ال 580 اوردر بتوعي في الاسبوع النسب دي، هخسر منهم اوردرات. اللي هيكمل معايا هيدخل الفيز اللي بعدها وهي الشحن. اكبر سيستم شحن انت هتتعامل معاه لو الشركه توب، فانت عندك نسبه التسليمات بتاعتي ماكسيمم 100. في طرق ازاي اعلي النسب دي؟ في طرق اعلي النسب دي، بس كاوبريشن والبرفورمانس بيظبط. بس هنقول ان احنا من 60 ل 80% نسبه تسليمات الشركه بتاعه الشحن او نسبه الشحن اللي انا بشتغل عليه. فاللي باقي معايا من المرحله الاولانيه دخل معايا في المرحله الثانيه دي. بعد كده الاستلام والتهرب بالاستلام، فانا عندي نسبه برضه من 5% لا هنقول اكبر من 20%. الناس اتهربت من الاستلام لاسباب برضه. فلو دخلت العدد او التارجت بتاعي اللي انا حسبته في الاول، هلاقي ان انا ما حققتش التارجت مبيعات اللي انا حاطه ليا في الاسبوع. فبيبقى عندي حاجه من اتنين: يا اما عدد الاوردرات اللي طلع لي من الحسبه الاولانيه دي بضربه في افريج من 25 ل 35% زياده، فبعلي التارجت بتاعنا علشان لما ادخل الفاينل يقع مني النسب دي، فافضل ثابت على عدد المبيعات بتاعتي وحجم مبيعاتي في الاسبوع، فاقدر اوصل للتارجت بتاعي اخر الشهر. او ان انا ابتدي احل المشاكل اللي مقابلاني في الفن ده وادور لها على حلول عشان اعلي النسب بتاعتها. فالميديا باير بيختار التراك الاولاني. انت طالب مني 2500 اوردر في الشهر، فانا هتارجت على 4000 اوردر في الشهر، علشان لما اجي اخر الشهر ابقى بايع لك 2500 او 2700 ابقى حققت التارجت بتاعي. ال 1500 دول هيخليك انت تصرف عليهم، بس هم بالنسبه له هالك، مش هسيبهم معاه. البرفورمانس هيدور على حلول المشاكل، حلول النسب دي ازاي يقللها بناء على البيزنس بتاعك. جينا قلنا الحل بتاع الميديا باير، فبرضه احنا عندنا لو 400 جنيه، فانا عندي
نسبة أو تكلفة تسويق المنتج ده هتتراوح معايا من سعر بيعه من 15 لماكسيمم 30% من سعر المنتج ده عشان يتباع. دي تكلفة المنتج ماكسيمم علشان أبيعه. فلو جيت حسبت بادجت الإعلانات اللي أنت محتاجها علشان تبيع أو تحقق التارجت بتاعك ده، هتلاقي النسبة اللي حطها الميديا باير كزيادة هالك علشان يريح دماغه وفي نفس الوقت يحقق لك التارجت ده زودت معاك الكوست، فتضيع معاك مكسب المليون. غير ان انت في هيدك ان كاش فلو بتاعك او الريفينيو سايكل بتاعتك لازم تبقى محسوبه بالدقيقه. بمعنى انا دلوقتي عندي شركه شحن تستلم مني الاوردر في خلال 5 ايام، بتكون مسلمه الاوردرات اللي معاها، بتحصل لي سادس يوم وتبعت لي التحصيل. يبقى انا كده دوره الاعلانات بتاعتي 6 ايام عشان الفلوس تجي لي. لو حصل ديلي يوم، انت اليوم ده يا تعوضه من جيبك يا هتوقف قلق. تمام. فليه بقى انا بقول لك ان هي على ارض الواقع ما بتتحققش؟ عشان فيها عنصر بشري كتير، فيها كونفirmation، فيها شركه شحن شغاله، مناديب، فيها تحصيل ممكن يتاخر عليك ديلي. فلو كل واحد فيهم بنسبه ولو صغيره يصعب عليك التارجت ان انت تحققه على ارض الواقع. لكن هل هو على الداشبورد ما بيتحققش؟ لا، بيتحقق. الارقام دي موجوده لان الاوردر سمع، بس الاوبريشن اللي هيكمل شغلي مش مشاكل. فهنا يجي دورك، او عشان كده بيدفع فيك فلوس علشان المشاكل دي انت تقللها لنا بقى. تختار لنا سيستم شحن يقلل لنا نسبه الهالك، يرفع لنا النسبه بتاعت التسليمات مثلا ل 90%. ده هتعمله عن طريق ايه؟ عن طريق ان انت هتقسم اوردراتك على مثلا 7 8 شركات كاوبريشن. طيب التحصيلات بتاعتك هتقلل مده التسليم. لو انا بيحصل عندي ديلي في شركه الشحن ان هي تحصل لي الفلوس او توردها لي، يبقى انا يا اما هشتغل على المناطق اللي هي بتوصلها في خلال يومين 3، وده الميديا باير بيروح له عشان يسرع عمليه الكاش فلو، او ان انت هتتعامل مع شركات هي البرفورمانس بتاعها تقلل المده دي، او بتحصل لك يوم بيومه، فتضمن ان الكاش فلو بتاعك شغال، انت مش واقف. تتهرب من الاستلام بتاعت العملاء دي، يعني دي بتبقى اصعب مشكله. ان بتحتاج ان انت تتواصل مع العملاء از خدمه عملاء وتعرف الاسباب، او تبعت سيرفي فتقدر تعرف العملاء ما بتستلمش ليه، بعيدا عن جزئيه ان هو نسي ان هو طالب اوردر او معهوش فلوس. بس هل المندوب اتعامل بشكل غير لائق؟ ويستحسن ان انت تعمل السيرفي دوت. لو خدت بالك هتلاقي المطاعم بتعمل لك السيرفي مش شرط عليك انك تكتب اسم ولا رقم. الاداره عايزه تعرف رايك من غير ما تحطك تحت ضغط ان انت اللي كاتب. لا، اعمل لي سيرفي احسن الخدمه بتاعتي، ولو انت مش عايز تحط اسمك او تحط اي ريفيلر ليك مفيش مشكله، لان انا هدفي من السيرفي ارفع الكواليتي بتاعتي، مش هدف اعرفك. وعشان كده لما بتبقى قاعد في مكان ويتحط لك سيرفي هتلاقي ان هم بداوا يشيلوا الخانه بتاعه الاسم ورقم التليفون والحاجات دي. هو عايزك استطلاع راي تكتب رايك بس. هنا انا بكسر حته الرهبه عندك انك في حد هيعرفني. لا، اكتب رايك وقوم حطه في الصندوق، ماليش علاقه بيه. الاداره هتاخد الصندوق ده
تبدا تفلتره عشان تعلي كواليتي. فده اللي انت بتعمله مع العملاء. العميل سايب لك رقم تليفون، في الحاله دي لازم تتعامل معاه فريندلي قوي، لان انت لو يعني انت على شعرايه ما بين الايجو بتاعه وما بين ان هو يقول لك المشكله فعلا اللي انت عايز تحلها. لان العميل مش هيقول لك انا مثلا ما استلمتش عشان معيش فلوس، فما ينفعش تكلمه في الزون دي. انت داخل تعرف معلومه معينه لازم تطمنه عشان يديها لك. تمام كده يا شباب؟ كم واحد بقى كتب الكيس ستادي دي؟ طب حد عنده اي اسئله؟ انا فاضل معانا دقيقتين. في حد فتح المايك؟ قول. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش يا دكتور، والله ما قدرتش احضر المحاضرة، حضرت آخر ربع ساعة يعني. أنا كنت عاوز هي أخش كده. في المجال. ماشي، قول معاك سامع. كنت عاوز أبدأ بالمجال، ولكن حاليا لسه الحمد لله يعني مفيش لابتوب. هل ينفع إن شاء الله أنا يعني أتعلم كل حاجة من الموبايل، بعد كده إن شاء الله أمارس باللاب؟ عادي فاهمني؟ عادي جدا. كده كده زي ما انت شفت الشرح بيبقى على السكرين. لو معاك لاب هتطبق معايا عملي، مش معاك هيبقى كده كده السكرين قدامك شرح كل تفصيلة. الموبايل لكن ما مش بقى مش هتعرف تشتغل منه قوي، آه لكن يعني اللابتوب هيبقى بالنسبة لك أوضح. كل حاجة قدامك، فقادر إن أنت تطلع ريبورتات، قادر تعمل إعلانك مظبوط، الحاجات دي. بس كده كده زي ما أنت شفت إحنا يعني الشرح بيبقى سكرين والخطوات مكتوبة. فوقت ما يبقى متوفر معاك لاب، ومش شرط إمكانيات عالية، أي لاب بس يفتح سكرين معانا، تقدر ترجع للمحاضرات وتطبق يعني. إن شاء الله. تمام. حد تاني عنده أي أسئلة؟ طيب هو الميتنج هيخلص. آه، أنا اتشرفت بيكم وأتمنى إن أكون فدتكم على قد ما أقدر، وإن الناس استمتعت يعني